نفس النمو ده هيجي منه 7 أسئلة. ده هيجي منه كام؟ 7 أسئلة. خلاص. طيب الفصل أو الوحدة ديت عبارة عن كام فصل؟ 3 فصول: النمو ومراحل الطفولة. النمو يجي منه سؤالين، مراحل الطفولة يجي منه سؤالين، في منهم سؤال مقالي إن شاء الله. المراهقة منهم 3 أسئلة. خلاص، يبقى كام سؤال كده؟ 7 أسئلة. تعالوا نشوف الفصل الأول فيه إيه سؤالين. الفصل الأول ده بينقسم لقسمين: مبادئ قوانين النمو والعوامل المؤثرة فين؟ في النمو. المبادئ والقوانين دي هيجي منها سؤال، وعوامل المؤثرة دي منها سؤال. برضو الأسئلة عبارة عن موقف، عبارة مقولة، وأنت بتختار بتشيل المبادئ النمو أو العوامل المؤثرة في النمو. تعال نشوف شبكة المفاتيح بتاعة الفصل الأول: النمو الإنساني، مبادئ والعوامل. المبادئ ديت عندنا حوالي 6 مبادئ. أول مبدأ هو تغير مستمر. النمو عبارة عن تغير مستمر. لو اتكلمنا عن النمو إن هو عملية ديناميكية مضطردة مستمرة لا توقف. هو النمو عبارة عن إيه أصلا؟ عبارة عن يعني النبات لما بينمو، النبات ده لما بينمو ازاي؟ بيبقى عبارة عن بذرة، بعد كده بيمر عليه سلسلة من التغيرات لحد ما بيتحول يبقى شجرة مثلا ومثمرة. نفس الكلام بيسير الأمر عن الكائن الحي، بيبقى عبارة عن نطفة، وبعد كده النمو بيحصل عليه تغيرات لحد ما يبقى إنسان بني آدم. خلاص، عشان كده بنقول التغير مستمر، يعني التغير ده ما بيقفش. عملية ديناميكية دي دينامية مضطردة، خلاص، متتابعة، كل ده تغير إيه؟ مستمر، لا تتوقف، تغير مستمر. خلاص. مراحل متتابعة متماسكة تقوم على التفاعل بين عوامل بيولوجية وراثية وعوامل بيئية. يبقى في تفاعل بين عوامل وراثية وعوامل بيئية. يبقى احنا بنتكلم برضو تغير ايه؟ مستمر. بنتكلم عن التفاعل ده لحد يصل للنضج، برضو تغير ايه؟ مستمر. طيب يسير من العامل الخاص. لو اتكلمنا عن العمومية والخاصية، عامل الخاص. تمام. استجابات عامة كلية شاملة، ثم استجابات جزئية نوعية، برضو من العامل الخاص. تمام. بيشوف الحاجات بشكل كلي، بعد كده بيعرف يميز ما بينها، يبقى من العامل الخاص. تمام. ينتقل من سلوك عشوائي لمحدد، برضه من العامل الخاص. يعني مثلا لو قلنا ان الطفل مثلا في البداية خالص بيبدأ ان هو حركاته غير منتظمة ومش عارف، بيبدأ يخبط هنا ويخبط هنا، بعد كده يبدأ تكون خطواته منظمة، يبقى ده من العامل الخاص. الطفل بيشوف اي راجل يقول عليه بابا، من العامل الخاص. الطفل بيشوف اي مركبة يقولك عليها عربية، لو شاف اي حاجة في الدنيا يقول عليها عربية، من العامل الخاص. بعد كده يعرف يميز. تمام كده. طيب فروق فردية. الفروق الفردية لو اتكلمنا عن الاختلافات ما بين الأفراد، خلاص، الاختلافات ما بين الأقران، اختلافات بين الذكور والإناث، في فروق فردية برضو داخل الفرد نفسه. آم، لو اتكلمنا ان الناس يعني الناس شتى، يعني في شتات، يعني تشتي، يعني تشتت، يعني في اختلافات، عدم مقارنة، منحنى اعتدالي. كل ده بنتكلم عن ايه؟ الفروق الفردية. خلاص. طيب المنحنى الاعتدالي يعني مفيش اعتدال يعني ما بين الناس، يبقى فروق فردية. خلاص. تعالوا نشوف بقى جوانب النمو: ترابط وتداخل بين جوانب الايه؟ النمو. لما نقول ايه جوانب النمو مرتبطة، لو اتكلمنا عن ترابط وتداخل اي جانب من جوانب النمو بتأثر في جوانب بعضها البعض. لو اتكلمنا مثلا ان الطفل الذكي بيتعلم السرعة، بيتعلم الكتابة بسرعة، بيتعلم الكلام بسرعة. الطفل اللي مش ذكي ما بيتعلمش كلام بسرعة. يعني في جانب بيأثر على الجانب. غالبا الجانب اللي بيأثر في الجانب ده زي الذكاء والجوانب العقلية بتأثر في تعلم حاجات معينة زي الكلام والمشي واستجابات معينة. خلاص. طيب يبقى ده ايه؟ الجوانب النمو مرتبطة ببعضها البعض. سرعة النمو مش ثابتة أو لا تسير على وتيرة واحدة. لو اتكلمنا عن السرعة والبطء، النمو مش ثابت في كل المراحل. يعني مثلا النمو الجسمي بيسبق النمو العقلي والانفعالي. خلاص. طيب النمو الجسمي مثلا ممكن يكون بطيء في مرحلة وسريع في مرحلة تانية، يبقى سرعة النمو مش واحدة في كل المراحل. طيب اتجاهات طولية وعرضية. طيب اتجاهات طولية وعرضية: الاتجاه الطولي من أعلى لأسفل. خلاص. يعني نمو الرأس قبل القدم، يتحكم الرضيع في رأسه، ثم يتحكم في الجذع، ثم يتحكم في الأطراف. يبقى ده منين؟ من أعلى لأسفل، ده اتجاه طولي. طيب اتجاه مستعرض: لو بنتكلم من المنتصف للأطراف، لو اتكلمنا مثلا من الجذع ودخلنا بعد كده لإيه؟ للأطراف، يبقى ده إيه؟ ده اتجاه طولي. خلاص. طيب تعالوا نشوف بعد كده ايه الجزئية اللي بعد كده، وهي ايه؟ وهي
العوامل المؤثرة في النمو. العوامل المؤثرة في النمو يا شباب عندي حوالي الوراثة والغذاء والحضانة والأسرة، يعني حوالي 8 9 كده عوامل. تعالوا نشوف الفرق بينهم. الوراثة لو اتكلمنا عن الجينات وحاجات وراثية، انتقال صفات أمراض من آباء للأجداد. اتكلمنا عن الجينات، اتكلمنا عن الكروموسومات، لون البشرة، لون الشعر، لون العينين، الحاجات دي كلها بنتكلم عن الوراثة. الغذاء لو اتكلمنا عن العقل السليم في الجسم السليم، طبعا حاجات زي طبعا الفيتامينات والمعادن والبروتينات ومد الجسم بالطاقة، الوقاية من الأمراض، زيادة مناعة الجسم، كل ده بنتكلم عن الغذاء. الحضانة أو الروضة لو اتكلمنا إن المؤسسة اللي بتعتبر معبر يسهل انتقال الطفل من بيت المدرسة، أو المعبر اللي بيربط المنزل بالمدرسة. تمام. بوتقة لو اتكلمنا عن بنطقة، بوتقة تنصهر فيها فروق التنشئة الاجتماعية الخاصة لتتحول لتنشئة اجتماعية عامة. طيب، بداية التطور في النمو الاجتماعي يبقى دي ايه؟ الحضانة. المؤسسة الاجتماعية الأولى مثلا، لا، المؤسسة الاجتماعية الأولى اللي بتلجأ لها الأسرة يبقى دي الايه؟ الروضة. طيب، أو الحضانة. طب الأسرة هي المؤسسة الأولى اللي بتستقبل الطفل. تمام كده. العلاقات العائلية أسرة. أساليب التنشئة أسرة. أساليب الحب والقبول اللي بيؤدي للثقة بالنفس الأسرة. الإهمال والتسلط اللي بيؤدي للاعتماد على الآخرين، كل ده إيه؟ أسرة. لو اتكلمنا عن الأمان النفسي أو النمو النفسي السليم، الأسرة. المدرسة بقى، المدرسة هي مؤسسة نظامية، مؤسسة رسمية، يبقى دي إيه؟ مدرسة. حلقة بين الأسرة والمجتمع، يبقى دي الإيه؟ المدرسة. طيب، بتربي الطفل أو بتربي النشء وبتعلمهم الاتجاهات والقيم. المدرسة بتنمي المواهب والمهارات. المدرسة قدرات الطلاب وامتصاص ميولهم وطاقتهم، يبقى دي المدرسة. جماعة الرفاق هي الجماعة اللي بتحقق التوافق النفسي والاجتماعي للطفل المراهق، جماعة الرفاق. تمام. بيتعامل مع أفراد متساويين معه في السن، جماعة الرفاق. طيب، بيلجأ ليهم في غياب سطوة الراشدين، جماعة الرفاق. أطر مرجعية للطفل المراهق، جماعة رفاق. مصدر النصيحة والمساعدة والترفيه وتحقيق الرضا النفسي والاجتماعي، جماعة رفاق. طيب، وسائل الإعلام امتلاك امتداد لدور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية، دي إيه؟ وسائل الاجتماع. لو قالك امتداد لدور الأسرة يبقى دي إيه؟ وسائل إعلام. طيب، تمتلك أدوات جذب متنوعة، طبعا وسائل إعلام، تلفزيون. لديها القدرة فائقة على الإقناع والتأثير، برضه وسائل إعلام. فضائيات، تلفاز، صحف، مجلات، كل دي وسائل إعلام. خلاص. بث قيم إيجابية وسلبية، وسائل إعلام. تقدم معلومات متناقضة، وسائل إعلام. خلاص. بتأثر في الميول والاتجاهات، برضه إيه؟ وسائل الإعلام. طيب، بتأثر في الهوية والقيم والاتجاهات، برضه دي وسائل إيه؟ الإعلام. طيب، يبقى وسائل الاعلام فيها حاجات كتيره جدا. طيب، الانترنت والكمبيوتر، نختار ايه؟ الانترنت والكمبيوتر. لو اتكلمنا عن مخاطر الثوره المعلوماتيه، الثوره التكنولوجيه، انترنت والكمبيوتر. العاب الكترونيه، انفجار معرفي، الفاظ زي انفجار المعرفي، انترنت والكمبيوتر. تبادل الحديث مع غرباء، افشاء الاسرار، التواصل الاجتماعي، كل ده انترنت والكمبيوتر. خلاص. طيب، تعالوا بقى نشوف الغدد. في عندي الغدد اللي هي القنويه، اللي هي الصماء، اللي بتصب افرازاتها في الدم مباشرة، ملهاش قنوات يعني. خلاص. بتظبط عملية نمو الجسم والسلوك الانفعالي. بتظبط عملية السلوك النفسي أو العمليات النفسية، دي كلها الغدة الإيه؟ القنوية. زي الغدة اللي هي القنوية، الغدة النخامية والغدة الدرقية. الغدة النخامية ديت موجودة، نقدر نقول عليها الغدة الرئيسية، سيدة الغدد. خلاص. مسؤولة عن نشاط الغدد الأخرى، تفرز هرمون الإيه؟ النمو. خلاص. طيب، هرمون النمو ده لو زاد أو نقص عن حده، ايه اللي يحصل؟ لو زاد عن حده بيؤدي لنمو شاذ وسريع في عظام الجذع والاطراف، يعني تلاقي ايديه كبيره، رجله كبيره، شخص طويل عملاق. طب لو نقص في افراز هرمون النمو، نقص في افراز هرمون النمو بيعوق نمو العظام، يجعل الفرد قزم. خلاص. طيب، الحاجات دي سهله واضحه خالص. الغدة الدرقيه، الغدة الدرقية ديت اللي هي بتبقى موجودة عند الرقبة، بتقع أسفل الرقبة، خلاص، عند الحنقرة كده. وبتفرز هرمون اسمه الثيروكسين، مسؤول عن تحويل العظام إلى طعام وطاقة. يعني حتة الطاقة ديت موجودة فين؟ الثيروكسين. خلاص. طيب، يعني النشاط والحيوية والطاقة، كل ده هرمون الثيروكسين. خلاص. أي حاجة مرتبطة بالعظام كده والكلام ده كله يبقى
يبقى ده هرمون النمو. الحجم بتاع العظام يبقى هرمون النمو. خلاص. الطاقة والحيوية والنشاط يبقى ده هرمون الايه؟ السيروكسين. طب نقص السيروكسين بيؤدي لايه؟ شعور بالبرودة، دوخان، بطء التنفس، بطء ضربات القلب، قلة في الرغبة. بص، أي حاجة فيها انخفاض كده عامة أو ضعف يبقى ده إيه؟ هرمون نقص السيروكسين. طيب لو في حاجة زيادة عن الحد، عصبية وفرط وفرهضة وزيادة نشاط والكلام ده كله، يبقى ده زيادة فين؟ في السيروكسين. خلاص. طيب كثير الاستفزاز قبل الاستقرار الاستقرار، يبقى ده إيه؟ زيادة الإيه؟ السيروكسين. تمام. يبقى كثير الاستفزاز ده يعني إيه؟ يعني فرهود كده، يقدر يفرهد اللي حواليه ويبدأ إن هو يستفزهم ويقعد مش مستقر، يبقى ده إيه؟ كثير الحركة، زيادة هرمون السيروكسين. طيب تعالوا نشوف أسئلة الامتحانات في الفصل ده. أول سؤال معانا، يقول أحد العلماء إن الإنسان على نحو ما يشبه كل الناس، وعلى نحو آخر يشبه بعض الناس، وعلى نحو ثالث لا يشبه أحد. خلاص. طيب يعني في اختلافات، طالما في اختلافات يبقى في إيه؟ فروق فردية. السؤال اللي بعده، ندور أول مصر 2022. خلاص. يرى أحد علماء النفس أن النمو يتجه في تطوره العضوي الوظيفي من الجذع إلى الأطراف، من الجذع للأطراف. الجذع اللي هو إيه؟ الصدر والبطن، والأطراف اللي هما الأيادي والأرجل. يبقى احنا بنتكلم عن الاتجاه الإيه؟ عرضي ولا طولي؟ اتجاه عرضي مستعرض. خلاص. طيب السؤال اللي بعده، كتب أحد الأطباء في تقريره التشخيصي لأحد المرضى الشباب أنه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة. في ارتفاع في درجة الحرارة. طالما في يا شباب ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع في الطاقة، كل ده فيه هرمون سيروكسين، بس بيقولك في ارتفاع اهوت، يبقى ده ايه؟ زيادة في هرمون السيروكسين. السؤال اللي بعده، أثبت أحد الدراسات النفسية أن هناك علاقة ميكانيكية بين النمو والشخصية، فالأطفال الناضجون مبكرا أكثر شعورا بالكفاية والرضا وأكثر قدرة على التكيف. خلاص. طيب ممن ينضجون في سن متأخرة نسبيا. تشير الدراسة لإيه؟ لأحد مبادئ النمو. هو مبدأ إيه؟ اتجاه طولي؟ لا طبعا. عمومية خصية؟ لا. تغير مستمر؟ لا. السرعة والبطء. تمام. النمو الشخصي، يعني النمو بيبطأ وبيسرع في ايه؟ في نواحي معينة وفي مراحل معينة. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول هنا، يؤكد أحد المتخصصين في الغدد الصماء أن تضخم النسيج الضام تحت الجلد لدى أحد الشباب يؤدي إلى انتفاخ الوجه والأطراف وسقوط الشعر لديه، ويقل النبض ودرجة الحرارة الجسم قليلا عن الدرجة العادية. في هنا بقى طبعا، هنا في بطء في التنفس، في درجة حرارة بتقل، يبقى ده في نقص هرمون السيروكسين. تمام. طيب الدور الأول مصر 2021. أثبتت بعض دراسات أن الخضروات والفاكهة المهجنة قد تكون خضروات وفاكهة، يبقى ده على طول إيه؟ غذاء، مش لازم نكمل. السؤال ده سهل خالص. الدور الثاني مصر 2021. وجد علماء أن نسبة كبيرة من شعوب شرق آسيا تشترك في ظاهرة تدعى استدامة المرحلة البرقية، والتي وقع بسبب طفرة حدثت من أكثر من 30 ألف عام، وهي المسؤولة عن جعل بشرتهم أغنى. طفرة جعلت البشرة، يبقى ده إيه؟ جينات. خلاص. يعني طفرة في حاجات أسس فسيولوجية، يعني هو بيقول لك طفرة، هي مش عايز يقول طفرة جينية يعني، خلاص، بس هي طفرة في حاجات معينة في الجسم خلت البشرة تبقى مش عارف غنية بالزيوت وشعرهم أكثر كثافة، يبقى دي إيه؟ وراثة. الغدد الصماء التي تعد همزة الوصل بين جهاز الغدد والجهاز العصبي المسؤولة عن نشاط الغدد الأخرى. سيدة الغدد هي المسؤولة عن الغدد الأخرى. تمام. طيب وبيقول لك في تأخر النمو كمان، يبقى ده إيه؟ غدة نخامية واضحة خالص. التجريب المصري 2021. يشير بعض علماء النفس إلى أنه لا أساس لما تتوهمه أننا نستطيع تحسين جسم أطفالنا وثقافتهم العالية إذا ما انغمسنا في ممارسة الرياضة البدنية وغيرها من وسائل تحسين الجسم والثقافة. تمام. يشير ذلك لأحد دور العوامل المؤثرة في النمو، هو إيه؟ خلي بالك بقى، بيقول لك هنا السؤال ده إيه؟ فيه تركاية. بعض علماء النفس أنه لا أساس لما يتوهم أننا نستطيع تحسين جسم أطفالنا وثقافتهم العالية. خلاص. يعني أنت ما تقدرش تنمي أي حاجة عند الطفل. ليه؟ لأنك أنت الحاجات ديت مرتبطة بالوراثة. هو الطفل جسمه كده وراثة. خلاص. ما تقدرش تحسن عنده البنية، ولا تقدر تحسن عنده الثقافة ولا قدراته. ليه؟ لأن دي وراثة، هي قدراته كده، هو وراثته كده. خلاص. فهو بيتكلم إن الحاجات دي موروثة ما بتتغيرش، هي كده كده بالوراثة ثابتة. خلاص. يبقى احنا بيتكلم عن ايه؟ عن الوراثة. طبعا الكلام ده علميا ممكن ما يكونش صح، بس هو بيتكلم، العبارة بتتكلم عن ايه؟ عن الوراثة. طيب يقول فولتير، التربية تطور المواهب ولكنها لا تخلقها. تمام. تشير المقولة التي تحتها خط إلى أحد العوامل المؤثرة في النمو، وهي إيه؟ الوراثة. ليه؟ إيه هي يعني إيه الحاجات اللي ما تقدرش تخلقها؟
هي الوراثة، لأن الوراثة كده كده حاجة إيه مخلوقة. خلاص، فالتربية ما تقدرش إن هي تخلق المواهب، لأن المواهب إيه موروثة. تمام. طيب، السؤال اللي بعده بيقول: يرى المتخصصين أن وظيفتها هي تجميع المواد الأولية من الدم مباشرة ثم تحويلها إلى مواد كيميائية. يبقى دي الغدد الإيه؟ الصماء، اللي هي الغدة اللاقنوية. تمام. طيب، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، هو السؤال الأخير: يؤكد علماء النفس على أن عضلات الذراع تنمو قبل عضلات الأصابع. يبقى احنا هنا بنتكلم عن أحد قوانين، وهو بيسير في اتجاه طولي أو عرضي، أو يسير في اتجاهات مختلفة. هو مسهلها عليكم وقال لك هو يسير في اتجاهات مختلفة، اللي هو اتجاه طولي واتجاه إيه عرضي. كده احنا خلصنا الفصل الأول، أظن سهل إن شاء الله. ولو لاحظت معظم القوانين جاية فين؟ اتجاه طولي واتجاه عرضي، ومعظم العوامل بتبقى في الوراثة والغدة النخامية والغدة الدرقية. وده مش معناه، والغذاء يعني حاجة بسيطة، وده مش معناه ان تهمل بقية العوامل، بس تذاكرها وتركز فيها، لأن برضو الحاجات دي مهمة جدا. خلاص، تعالوا نشوف الفصل التاني: مراحل النمو في الطفولة. الفصل ده بيجي فيه سؤالين: سؤال اختيار من متعدد، وسؤال مقالي. المقالي السؤال العادي اللي هو الاختيار العادي، عبارة عن رأي فقرة بتتكلم عن دراسات معينة بتشير لتأثير عامل معين على الجنين، وده في العوامل المؤثرة في الجنين. وأنا هنا بقسم الفصل ده لجزئين: العوامل المؤثرة في الجنين ومراحل الطفولة. تمام. طيب، تعالوا نشوف السؤال المقالي. السؤال المقالي ده بيبقى عبارة عن فقرة أو عبارة أو موقف أو رأي يشير إلى شبه الاختيار العادي، وبيقول لك مثلا أنا عايز مقارنة بسيطة بين مرحلتين في جانب معين. مثلا مقارنة ما بين مثلا الجانب الانفعالي في الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة، وهكذا. أو مثلا الجانب الانفعالي بين المراهقة والطفولة المتأخرة، وهكذا. تعالوا نشوف شبكة المفاتيح بتاعة الفصل التاني. أولا كده تعالوا نشوف العوامل المؤثرة في الجنين. العوامل المؤثرة في الجنين دي حوالي 6 أو 7: أمراض الأم الحامل، وديت الأمراض الحصبة والأمراض التناسلية والحصبة الألمانية، أي طبعا حاجات بتشير فيروسات بكتيريات، كل دي بتشير إلى التهابات. كل الحاجات دي بتشير إلى إيه؟ أمراض. طيب، غذاء الأم الحامل: لو اتكلمنا عن خضروات، فواكه، ألبان، بروتين، حمض الفوليك، معادن، فيتامينات، كل ده طبعا بنقول غذاء. تعرض الأم للأشعة: لو اتكلمنا عن أشعة رنين مغناطيسي، تلفزيون، أشعة تلفزيون، شحنات كهربائية، جلوس ساعات طويلة أمام التلفزيون أو قدام الكمبيوتر، كل ده طبعا إيه؟ أشعة. اختلاف عنصر RH: وده عنصر RH ده اللي هو بيبقى مكون من مكونات الدم، ده يا إما يكون موجود يا إما ما يكونش موجود. لو بيكون موجود بيبقى موجب، ولما ما يكونش موجود بيبقى سالب. المشكلة كلها بيبقى موجود، لازم يكون موجود عند الأم أو ما يكونش عند الأم. الفكرة كلها لو ما كانش موجود عند الأم، وهو إيه؟ لو كان سالب. خلاص، لو كانت الأم سالب ما عندهاش RH والجنين أصبح عنده RH، طب هيجي منين؟ من الأب. ما هو الأب لو كان موجب يبقى الجنين لازم يكون إيه؟ موجب. يعني لو كان سالب مع موجب هيدي موجب، لازم هيدي موجب. يعني الأم بقى سالب أو الأم موجب والاتنين مختلفين، لازم الجنين هيطلع موجب. خلاص. طب المشكلة فين؟ المشكلة في الأم لما تكون ما عندهاش RH، يعني الأم سالب. ولو كان الأب هو اللي كان موجب، فالجنين هيبقى موجب، هيبقى دم الأم مختلف عن دم الإيه؟ الجنين، فيبدأ دم الأم يهاجم دم الجنين على أساس إنه في حاجة زيادة في الجسم، وبالتالي يبدأ يدمر دم الجنين. عشان كده بنقول لازم يبقى في توافق. يعني عامة لو كان دم الأم موجب فما فيش هنا أي اختلاف. لو كان متشابه مع الأب فيطلع موجب، ولو كانت مختلفة مع الأب برضه كان هيطلع موجب. خلاص. طيب، الحالة الانفعالية، وهنا بنتكلم عن الانفعالات: الغضب والسعادة والقلق والحزن والتوتر والغضب والاكتئاب، كل ده حالات ايه؟ انفعالية. لو اتكلمنا عن الحالة النفسية حالة انفعالية، لو اتكلمنا عن حالة عصبية برضه حالة انفعالية، أو نسميها الحالة المزاجية. طيب، التدخين بقى. التدخين لو اتكلمنا عن نقص في وزن الجنين ونزيف حاد عند الأم، أو بنتكلم عن زيادة في ثاني أكسيد الكربون. لو اتكلمنا عن التبغ والنيكوتين وزيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون وقلة الأكسجين، يبقى كل ده التدخين. طب الأدوية، لو اتكلمنا عن المواد الكيماوية يبقى احنا بنتكلم عن الأدوية. تشوهات بسبب المواد الكيماوية يبقى احنا بنتكلم عن الأدوية. طيب، أهمية مرحلة ما قبل الولادة أو المرحلة الجنينية أو أهميتها: إنها مرحلة تأسيس، طفرة أولى في النمو، التغيرات اللي بتحصل فيها تغيرات إيه؟ حاسمة. طيب، تعالوا بقى نشوف
الجوانب او قصدي المراحل. عندي 3 مراحل: رضاعة، طفولة مبكرة، طفولة متأخرة. تمام. الرضاعة اللي هو الطفل ابن سنتين، اخره سنتين. الرضاعة ديت لها مسميات: مرحلة الانجازات الكبرى، مرحلة انطلاق القوى الكامنة، مرحلة اكتشاف العالم الخارجي من الدرجة الاولى، تكوين مفهوم الذات. طب الطفولة المبكرة، طفل ما قبل المدرسة، ممكن نستبدلها بطفل ما قبل المدرسة، ممكن نقول عليها طفل الروضة، طفل الحضانة، اللي بينمو فيها الذات، مفهوم الذات. لو انما فيها مفهوم الذات يبقى طفولة مبكرة. بداية ظهور الذكاء الاجتماعي يبقى ده طفولة ايه؟ مبكرة. طيب الطفولة المتأخرة بقى تنظيم الذات. يبقى خلي بالك من حتة الذات دي: تكوين مفهوم الذات رضاعة، نمو مفهوم الذات طفولة مبكرة، تنظيم الذات يبقى ده طفولة ايه؟ متأخرة. طفل المدرسة طفولة متأخرة. تعالوا نشوف أهم المقارنات. النمو العقلي. بصوا بقى، تعالوا قبل ما نخش المقارنة نشرح كده الايه؟ التلاتة دول الفرق ما بينهم. الرضاعة ده طفل عنده سنتين. المميزات بتاع الطفل الرضاعة ان هو طفل مرتبط بامه قوي عشان هو بياخد منها الغذاء. تمام. يا دوبك لسه بيتعلم المشي، لسه بيتعلم الكلام، حركاته غير منتظمه. بيسند على الكنب، بيتسند على الترابيزات علشان يعرف يقوم ويمشي، وهكذا. ده طفل ايه؟ ده طفل رضاعه. تمام. طيب بالنسبه لنموه الانفعالي، كل انفعالاته مرتبطه بالغذاء ومرتبطه بالاكل والشرب، عايز ياكل، عايز. تمام. فكل ده مرتبط بالاكل والشرب اللي هو الايه؟ الانفعالات. نمو عقلي، الطفل الرضيع اللي هو ابن سنتين ده، اللي عنده سنه ونص ولا لسه يعني كملش سنتين او يا دوبك مكمل سنتين، ده طفل ما بيتاثرش بحاجه غير بالحاجات اللي بتتحرك قدامه. يعني الرسوم المتحركه تاثر فيه، خلاص. اي حاجه بتتحرك كده قدامه وتتشقلب قدامه تجذب انتباهه، مش الصور الثابته، الصور المتحركه. تمام. طيب فهو ذكاؤه حسي حركي، خلاص. حاجة محسوسة قدامه بتتحرك قدامه، هي ديت اللي بتبعث في الحياة كده، يحس ان هي دي موجودة، خلاص. عشان كده الطفل ده مثلا لو خبيت وشك كده يحس ان انت مش موجود، انما لو قلت له بخ وشيل ايدك يحس ان انت موجود، فيفرح ينبسط بالحاجات دي. تمام. انما لو جبت له صور كده، صور مجلات، ممكن ينجذب بيه ليها بس مش قوي، خلاص. الا لو عايز يقلب كده بالصفحات، يحط يقلبها بالصفحات، لازم حاجة تتحرك قدامه. ذكاؤه حسي حركي. طيب الطفل ده علشان في المرحلة ديت بيكتسب حب ورعاية واهتمام، فبيكتسب الثقة في الآخرين، الثقة في المستقبل، التفاؤل. فدي الصفات المكتسبة له. أما بقى الطفولة المبكرة، الطفل كبر شوية، عنده 3 سنين 4 سنين. هنا الطفل بقى خلاص عايز كل حاجة يعملها بنفسه، فعايز يعمل كل حاجة بنفسه، عايز يغسل ايديه بنفسه، عايز يلبس نفسه، عايز ياكل بنفسه، عايز يعمل كل حاجة بنفسه، خلاص. عنده حتة مفهوم الذات ينمو شوية: لا انا اقدر اعمل ده، خلاص. فهنا فعلا بيقدر يعمل حاجات، يلبس نفسه، يأكل نفسه، يلبس نفسه الكوتش والكلام ده كله، خلاص. طيب خياله بقى يبدأ ان هو واسع، خياله يحس شوية، يتخيل بقى حاجات المحسوسات وهكذا، الطيارة والوزة والبطة والكلام ده كله. تمام. عشان كده ذكائه بيبقى حسي، مش حس حركة، مش لازم يعني فيلم كرتون، بس هو ذكائه حسي، بيتأثر بالصور، متمركز حول ذاته، ما فهمش حاجة إلا من خلال ذاته. تمام. يعني مثلا لو قلنا له ما ينفعش نعمل كذا ده هيضرك، لا انا عايز دي. طيب ده لسه سخنة، ما ينفعش، عايز دي. طيب اصلا ده غلط، ما ينفعش. طب ده هيضر جسمك، ما ينفعش. هو فاهم دي، عايز دي وخلاص. ما يفهمش الحاجات اللي من خلال ذاته، اللي هو عايزه لازم يعمله خلاص. تمام. طيب لا يستطيع ادراك البعدين او اكثر، يعني هو لا يستطيع التركيز على بعدين او اكثر، هو عنده بعد واحد. يعني الحاجات المفاهيم بالنسبه له الابعاد، مثلا الاحجام، كبير وصغير. كوبايه العصير كبيره صغيره، ما فيش بقى دي طويله ودي عريضه ودي فيها كميه اكبر انما دي فيها كميه اقل، بس نفس الحجم ومش نفس ما يفهمش الكلام ده. هو يفهم ان دي الكبيره ودي الصغيره، خلاص. طيب يعني الكوبايه الطويله دي الكبيره، الكوبايه القصيره دي الصغيره، خلاص. بس ما يفهمش غير اكتر من كده. تمام. طيب ايه تاني؟ الانفعالات بتاعته حادة جدا، يفرح بسعادة جدا. بس عندنا اهم 3 انفعالات: خوف، غضب، غيرة. خاف جدا، يصوت، يصرخ، خاف من الحيوانات، خاف من الضلمة. غضب، لازم تعمل اللي هو عايزه، ما عملتوش بيبدأ يبدأ يصوت، يزعق، يقعد يضرب في الأرض بقى، يدبدب في الأرض. كل ده غضب. غيرة، بيغير من الطفل اللي جاي، أو الطفل حديث الولادة، أو الطفل يعني أخوه اللي لسه صغير. طيب بالنسبة للنمو الاجتماعي كمان، بيبقى الطفل ده عنده ذكاء الاجتماعي، يعرف يميز بين الأشخاص، يعرف يتعامل شوية مع الناس. تمام. طيب عشان كده نبدأ ندخله الحضانة، بنسميها طفل روضة، خلاص. الطفولة متأخرة بقى، هنا الطفل
بيكبر خلاص، بقى عنده 6 7 سنين 8 سنين، بتبدأ من مرحلة 6 7 سنين كده ولا حاجة. خلاص الطفل هنا بينمو شوية، عقله بيكبر، خلاص بقى بيفهم شوية معنى ان احنا ما ينفعش نجيب دي مش معانا فلوس، فيفهم معنى، يفهم معنى ان في بكرة بعد بكرة، يفهم الكلام ده خلاص. انما طفل من الطفوله المتأخرة ما يفهمش كلمة بكرة بعد بكرة، ما يفهمش بكرة دي خالص، يعني ايه بكرة؟ ما فيش بكرة، هو انا عايز دي دلوقتي خلاص. طيب انما الطفل لما يكبر شويه يفهم يعني ايه في اوقات وفي زمن وفي تأجيل، يفهم معنى التأجيل، يفهم معنى الزمن، يفهم معنى النقوء، يفهم الحاجات دي، يبدأ يفهم شويه. عشان كده يبدأ يسمع الكلام ويبقى عنده طاعة ونظام، وينصاع شويه لأوامر الأسرة، ويبدأ يسمع الكلام ويبقى هادئ انفعاليا شويه، لأن عارف ان الحاجات مش بتيجي بنفس الرغبة زي ما انا عايز. تمام. طيب بالنسبة للنمو الاجتماعي كمان، الطفل هنا يبدأ يندمج في المعايير الاجتماعية، ويبقى عايز يبقى زي الناس الكبار كده بقى، ويحس ان هو راجل كبير والكلام ده كله. فلما يعمل سلوك اجتماعي مرغوب ويخش يسلم على الناس ويقعد مع الناس كده وعنده ضيوف ويبقى يحس ان هو راجل كبير في نفسه، فده بيبقى حاجة ايه تبسطه داخليا. ده غير ان هو بيقابل جماعة الاقران وجماعة المعلمين، ودول بيأثروا في شخصيته شوية. طيب كمان بيمتاز بقدرته الحركية، يتحرك كتير ويروح هنا وهنا ويلعب، وديت في النمو الحركي. ده الفرق ما بين الايه التلاتة، عشان بس قبل ما نخش في التفاصيل نرجع تاني بقى نقول في نمو العقل الفرق: الرضاعة ذكاء وحس حركي، ما يعرفش يستخدم اللغة ولا رموز، بيبدأ يعمل أصوات بس. الطفولة المبكرة بيبقى عنده تفكيره حسي خيالي متمركز حول الذات، توهمي لا يستطيع التركيز على بعدين أو أكثر. طفولة متأخرة النمو العقلي لسه نسيت اقولها، وهي تفكيره عياني حسي، يعني يفهم ويركز ويعرف يحسب ويعرف يستنتج بس في الامور الحسيه. يعني تفكير عياني حسي يعني ما ينفعش تقوله لو جبنا برتقانه وقسمناها على 3 يبقى كل واحد هياخد كام فص ولا الكلام ده كله، لا مش هيفهمك. هات له البرتقانه قدامه وقسمها له قدامه وقول له كده كل واحد ياخد كام فص كام جزء، يبقى كده ايه هيفهم. يبقى التفكير العياني الحسي التفكير بشكل منطقي في الامور الحسيه. خلاص ما تقولوش لو جبنا مثلا مش عارف كذا وعملنا، ما بيعرفش يتخيل. خلاص لسه مش عنده التفكير المجرد نضج قوي، لا هو عنده ايه، هو عنده تفكير منطقي ويعرف يحسب بس قدامه، هاتها له قدامه ومثلها له قدامه. خلاص عشان كده بنقول الطفوله المتاخره تفكير عيني حسي، تفكير واقعي مادي حسي منطقي، عمليات عيانيه محسوسه، كل ده تفكير ايه عمليات طفوله متاخره. ودي المرحله الثالثه للنمو المعرفي عند جان بياجي. طب المرحله الثانيه تبقى طفوله مبكره. طب المرحله الاولى الرضاعه. خلاص طيب بيحاول ان هو يسأل كتير ويفهم ويعرف، يحاول ان هو يعرف المجهول، عنده حب استطلاع، كل دي من نمو العقل عند الطفولة المتأخرة. خلاص طيب وتفكيره بقى معنوي، مجرد تفكيره صوري مثالي شوية إلى حد ما، مش بصورة كبيرة شوية. طيب نشوف النمو الانفعالي. تمام النمو الايه الانفعالي. احنا هنا في الطفوله دي مش الطفوله المتاخره يا شباب، دي المراهقه اللي هو تفكير معنوي مجرد تفكير صوري مثالي، دي المراهقه مش الطفوله المتاخره. عفوا هي بس غلطه مطبعيه برضو يعني معلش. طيب النمو الانفعالي الطفوله المبكره برضو المراحل دي. الطفوله المبكره الانفعالات عنده حاده، ثوره انفعاليه. خلاص طفوله صاخبه اللي هو يعني ايه ما تبصلوش لعيعيط، اللي هو بيصرخ وخلاص. الطفولة المتأخرة لا بقى ده يفهم يعني ايه بكرة وبعده، واستنى شوية وتأجيل ولسه مش معانا لسه استنى. طيب ده هيضرك ده هينفعك، يبقى عنده هدوء وثبات انفعالي خاصة في ال3 سنوات الأخيرة. تمام. طيب نسميها طفولة هادئة، استراحة محارب، طاعة، تقبل الضوابط، كل ده نمو انفعالي للطفولة المتأخرة. المراهقة بقى هو هنا مفيش بقى ملهاش علاقة بالطاعة والكلام ده. هو المراهق انفعالاته بتبقى متقلبة، ضغوط عواصف توتر انفعالي. المراهق بقى لما بيكبر شويه في مرحله المراهقه لما نخش فيها بيبقى عايز يثبت نفسه، لا انا مش عيل صغير، ما بقتش عيل صغير، انا فاهم انا بعمل ايه، انا عارف انا بعمل ايه، ومحدش يقول لي تعمل ايه وما تعملش ايه، لا انا كويس، انا عايز انا اقدر اعمل حاجات كتير. وبالتالي المراهق يبدأ يخش في المرحلة دي مرحلة التمرد والعناد، وبقى الصراعات والصدمات مع الكبار ومع الأهالي وكلام، في محاولة لإثبات نفسه إن هو يقدر يعمل حاجة بنفسه ومحدش يفرض عليه حاجة ومحدش يتحكم فيا والكلام ده كله. كل ده يبدأ يخش في المراهقة. عشان المراهقة بنسميها مرحلة الضغوط والعواصف، أزمة انفعالية. تمام. عدم استقرار انفعالي، بس مش زي الطفوله المبكره اللي هو بيصرخ لو ما جبتوش اللعبه هيصرخ، لا
هنا المراهق تفكيره مختلف، المراهق ده شخص كبر، فهم ان هو شخص كبير واقدر اخد قراراتي بنفسي ومحدش يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه. فدي فكره ايه، عناد شويه. خلاص طيب. الصفات الإيجابية: الرضاعة بيكتسب الاستقلالية والثقة في الآخرين. الطفولة المبكرة بيكتسب الإيه؟ استقلال الذات وقوة الإرادة. يبقى استقلال الذات وقوة الإرادة طفولة مبكرة. استقلالية وثقة في الآخرين رضاعة. تمام. القدرة على التحكم وتزداد الدافعية للإنجاز ده مين؟ طفولة مبكرة. بس الطفولة المبكرة متأخرة قصدي، إنجاز أكاديمي. ليه؟ علشان هو طفل مدرسة وتواصل اجتماعي وتفكير استدلالي وتنظيم الذات، ويهتم بالكفاية التي تصنع بها الأشياء، عنده حب فضول واستطلاع والشعور بالكفاية والتمكن. الكفاية يعني الكفاءة، إن أنا كفء وأقدر أعمل أي حاجة. خلاص. ده كده أهم المقارنات. تعالوا نشوف الأسئلة كانت بتيجي إزاي أو هي بتيجي إزاي. زي ما احنا قلنا كده، متوقع ان يجيب الاختيار فين؟ في العوامل المؤثرة في الجنين، الامراض والغذاء والاشعة والكلام ده. تمام. انما هنا علشان طبعا السنة دي جديدة في المقالي، فمتوقع في الرضاعة وفي الجوانب ديت او او المراحل الطفولة ديت ان هو يجيب فيها ايه؟ يجيب فيها مقالي زي ما هتشوف كده في التجريبي 2023. تمام. خلي بالك وركز كويس. تعال نشوف بقى الاسئلة. بس برضه ممكن نبدل الأسئلة، يعني نبدل الاختيارات وأقول لك ناقش، فسر، استكشف، هات مثال. تمام. طيب تعالوا نحل الأسئلة كده ونشوف. يقول كامل محمد عويضة أن كل ما تناول الأم الحامل يصل إلى الجنين عن طريق الدم، لأنه ليس هناك حاجز تام الكفاءة يفصل بين الأم والجنين. فمثلا نجد أن مادة الكينين، مادة الكينين دي مادة كيميائية. خلاص، يبقى ده إيه؟ أدوية. طيب نكمل. يقول كامل محمد عويضة برضو إن كل ما تناول الأم الحامل يصل الجنين عن طريق، ده نفس السؤال متكرر معلش. السؤال اللي بعده يقول عادل عز الدين الأشول إن التهاب الغدد مثل الغدة النكافية يزيد من مخاطر موت الجنين أو يولد بعد. طب قالك التهاب غدد، في التهاب يبقى ده إيه؟ أمراض. خلاص، يبقى قلنا التهابات، فيروسات، بكتيريا، خلاص، عدوى، كل دي بتشيل الإيه؟ الأمراض. طيب الدور الأول مصر أشارت إحدى الدراسات الحديثة أن إفراز كميات كبيرة من هرمون الأدرينالين. طالما اتكلمنا عن هرمون الأدرينالين، بص أنا مغمض، أنا ما شفتش الاختيارات، يبقى دي انفعالات. تمام. هو السؤال مش متجاوب، بس هي دي الانفعالات. هرمون الادرينالين ده مرتبط على طول بالايه؟ بالانفعالات. خلاص. طيب الذي تفرزه الغده الكظريه نتيجه الاستثاره برضو بتوحي بالانفعالات، الذي ينساب من دم الجنين دم الام لدم الجنين يؤثر تاثيرا ضارا، خاصه اذا زاد عند نسبه معينه. يبقى ديت ايه؟ انفعالات الام الحامل. دي انفعالات الايه؟ الام الحامل. خلاص، خلي بالك دي انفعالات الام الايه؟ الحامل. انفعالات الأم الحامل. طيب السؤال اللي بعده يقول دكتور حامد زهران إن الذكاء في مرحلة الحضانة يكون بإدراك العلاقات والمتعلقات عمليا وبعيدا عن التجريد، ويستطيع الطفل التعميم ولكن في حدود ضيقة. أشير القول السابق لأن تفكير الطفل الحضانة يتسم بأنه إيه؟ مش لازم أصلا نبص العبارة، هو تفكير الطفل الحضانة حسي خيالي من غير ما احنا نفكر. حسي منطقي لا، ده إيه؟ ده طبعا طفولة متأخرة. حسي واقعي برضه طفولة متأخرة. حسي حركي ده رضاعة. تمام. يبقى حسي خيالي ده مين؟ أو حسي تمركز حول الذات، يبقى ده مين؟ الطفولة المبكرة أو طفل الحضانة. تمام. طيب يرى سيرز أن هناك علاقة بين مفهوم الذات لدى الطفل والتحصيل الدراسي، فكلما كان مفهوم الذات موجبا ساعد ذلك الطفل على نجاح التحصيل الدراسي. طالما شفنا تحصيل دراسي يبقى ده اسمه انجاز ايه؟ اكاديمي. من غير ما يعني كمل، خلاص تحصيل دراسي يعني انجاز اكاديمي. استقلال ذات وقوة ارادة لا. استقلال ليا وثقة الاخرين لا. الف ده طفولة مبكرة، وجيم ديت رضاعة. تحكم ضد دفاعية الانجاز دي طفولة مبكرة. اما الانجاز الاكاديمي هي طفوله متاخره، وحتى وقال لك طفل المدرسه، وطبعا تحصيل دراسي يعني انجاز اكاديمي. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا ايه؟ تنصح الدكتوره زينب شقير الام التي لديها طفل في مرحله الرضاعه ان تعطيه فرصه للعب الحر
وأن تدعه يأكل بمفرده وتشجعه على التعبير عن نفسه بحرية. تجسد النصيحة السابقة الصفات الإيجابية التي تميز مرحلة الرضاعة. طبعا الصفات الإيجابية اللي تميز مرحلة الرضاعة هي إيه؟ الاستقلالية والثقة في الآخرين. السؤال واضح خالص. طيب الدور الأول مصر 2022 بيقول إيه؟ يؤكد أحد علماء النفس الطفل أن الانفعالات متعددة وتتنوع لدى طفل الروضة، حيث ينتابه الفزع والخوف. ينتابه الإيه؟ الفزع والخوف أثناء الليل. طيب كما تطرده الأوهام والخيالات نتيجة معاملة الوالدين والخبرات المؤلمة السابقة مثل الخوف من الأطباء. يجسد الرأي السابق السمة الانفعالية التي يتسم بها طفل الروضة. طيب هو من غير ما تقرا الفقرة هو قالك السمة الانفعالية تميز بها طفل الروضة. إيه السمة الانفعالية تميز بها طفل الروضة؟ هدوء وثبات؟ لا طبعا، احنا اتكلمنا عن الحدة والقوة وعدم الثبات. الحدة والقوة، طالما في حدة وثورة انفعالية وقوة يبقى ده ايه؟ طفل الروضة أو طفل طفولة مبكرة. الدور الثاني مصر 2022 يرى بيجيء أن الطفل الذي يتمكن من حل المشكلات مثل مشكلة ثبات الكميات مع تغير الأشكال ويصنف الأشياء باستخدام اليدين مثل اللون والشكل، ولديه حب الاستطلاع لما هو مجهول. طبعا حب الاستطلاع ده طفل المدرسة، ما يميز النمو العقلي عن غيرهم في مرحلة المدرسة. وكاست راي بيجي السابق أحد مراحل النمو العقلي عند الطفل هو مرحلة المدرسة، ده خلاص يعني هو طفل متأخرة خلاص. طيب ايه من دول بيتميز طفل المدرسة في النمو العقلي؟ الادراك الحسي الحركي؟ لا طبعا ده ايه؟ طفل رضاعة. تفكير منطقي مجرد؟ لا طبعا ده ايه؟ مراهقة. تمركز حول الذات؟ لا طبعا ده ايه؟ ده طبعا طفولة مبكرة. مفيش غير التفكير الحسي المادي او التفكير الواقعي المادي. طالما اتكلمنا عن التفكير الحسي المادي او الواقعي المادي او المنطقي الحسي، اي حاجة بص لازقة فيها مادي واقعي، لازقة فيها مادي حسي واقعي حسي منطقي، طالما في تفكير وواقعي ومادي يبقى ده ايه؟ طفولة متأخرة على طول. تمام. تعال بقى نبص على الامتحان التجريبي اهوت سؤالين. 2023 توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن تستهلك جميع النساء القادرات على الحمل 400 مللي جرام من حمض الفوليك. حمض الفوليك يبقى ده على طول غذاء. خلاص. طيب السؤال اللي بعده ده بقى المقال هنا. بص بيقول لك يرى أحد المتخصصين طفل حضانة يواجه صراعا بين رغبته في اللعب والحركة والنشاط والاقتراب مما يرغب وبين رغبة والديه في الكف عن اللعب والنشاط. أما طفل المدرسة تتغير أنواع المخاوف لديهم مثل الخوف من عدم أداء الواجب المدرسي أو من المدرس الذي يستخدم العقاب البدني. فالنجاح في أداء الواجبات المدرسية وتشجيع المعلمين يؤدي إلى شعور بالإنجاز. يشير رأي السابق إلى سمتين مختلفتين من سمات الانفعال في مراحل الطفولة بين كلاهما. هنا بقولك طفل الحضانة وطفل المدرسة. طيب هو عايز بقى سمات الانفعال ما بين طفل الحضانة وطفل الايه؟ المدرسة. طفل الحضانة بيتميز بالحدة والقوة، عدم ثبات الانفعال والثورة الانفعالية. أما طفل المدرسة بيتميز بالإيه؟ بالهدوء والاستقرار الإيه؟ الانفعالي. خلاص؟ يعني هتكتب سمات الانفعال هنا وسمات الانفعال هنا وخلاص على كده. تمام؟ بس كده. على الغرار ده ممكن يجيب لك تعمل مقارنة بين النمو العقلي هنا والنمو العقلي هنا. يقول لك مثلا سمات النمو العقلي هنا او سمات التفكير او سمات النمو العقلي او سمات التفكير ما بين الطفولة مراحل الطفولة. طيب ما بين مثلا الرضاعة والطفولة المبكرة. الرضاعة حسي حركي لا يستطيع استخدام الرموز واللغة بكفاءة. أما الطفولة المبكرة بيبقى ذكاء عامل ازاي؟ متمركز حول الذات، حسي مادي، حسي متمركز حول الماد حول الذات، لا يستطيع التركيز على بعدين أكثر. ودي غالبا ممكن تيجي اللي هو المقارنة بين النمو العقلي بين الرضاعة والطفولة الإيه؟ المبكرة. أو سؤال يقول لك تشير إحدى الصفات، الفقرة بتشير إلى إحدى الصفات الإيجابية للمرحلة من مراحل الطفولة. هو ممكن يقول لك طفل المدرسة، ممكن يقول لك طفل رضاعة، ممكن يقول لك الطفل الرضيع، ممكن يقول لك الطفل اللي هو بيتسند على الكنب وبيتسند على مش عارف ايه ويكبت ويمسك الحاجات في ايده ويقعد يفركها، يبقى دي ايه؟ رضاعة. الطفل اللي هو بيقعد يعاند ويحاول هو يثبت ذاته وعنده مفهوم الذات وعنده وعي واستقلالية بالانفصال، فده طفولة ايه؟ مبكرة. قال لك طيب قول لي الصفات الإيجابية هنا، فأنت هتقول الصفات الإيجابية هنا أو هنا. خلاص 2 أو 3 وكده هتبقى أنت ظبطت المقال حلو جدا. خلاص. طيب تعالى نشوف. وقبل ما تشوف برضو عايز افكرك بانك انت تشترك في القناة، وانت كده بتتفرج على الفيديو اشترك في القناة. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا بقية مراجعة الفلسفة، مراجعة المنطق، وان شاء الله هتحلوا كويس جدا. تعالوا ننتقل بقى على ايه؟ على المراهقة. المراهقة هيجي منها 3 اسئلة، يعني ذاكر المراهقة دي كويس جدا. يجي منها كام؟ 3 اسئلة. خلاص. طيب ما فيهاش مقالي، بس ان شاء الله الاسئلة سهلة. واحنا بقى هنا هنقسم المراهقة لجزئين. الجزء الاول التحديات او المطالب اللي بتواجه المراهق بيبقى عايز ايه في الوقت فيه ده. طيب الجزء الثاني وهي مظاهر النمو لدى المراهق. تمام. طيب
تعالوا نشوف الكلام ده. اولا الاسئله هتيجي ازاي؟ سؤال على التحديات او المطالب وهم 4، وسؤالين على مظاهر النمو لدى المراهق. طيب تعالوا نشرح الكلام ده في عجالة سريعة ونشوف كده الفرق منهم. المطالب والتحديات دول 4: علاقة ناضجة مع رفاق، تحقيق هوية الجنس، تحقيق الهوية المهنية، تنمية القيم والمعايير الخلقية. ايه الكلام ده معناه ايه؟ قبل ما نخش في المفاتيح اقول لك كده بس ايه لمحة سريعة عن كله. علاقة ناضجة، المراهق عايز يعمل صداقة مع علاقة، عايز يعمل صداقة أو علاقة مع أصحابه، عايز يكون صداقات مع أصحاب مع رفاق، عايز يرتبط مثلا، الولد اللي عايز يرتبط ببنت والبنت اللي عايزة ترتبط بولد، يعني أي حاجة لها علاقة بالحب والنشاط الجنسي الغيري والعلاقة بالجنس الآخر. المراهق كمان بيحس بقيمته وسط أصحابه. في الجزئية دي بيقول لك المراهق ما بيحسش بقيمته إلا من خلال صحابه، لأن المدح بقى والكلام بتاع صحابه هو اللي بيحس إن هو شخص كده إيه، شخص له قيمة. تمام. تحقيق هوية الجنس ده معناها إن المراهق عايز يحس بجنسه. يعني هنا المراهق أول ما يبدأ يخش مرحلة المراهقة في الإعدادي بقى وأولى ثانوي، يبقى الولد كده عايز يحس إن هو راجل كده في نفسه، والبنت تحس بأنوثتها في الوقت ده. خلاص. ودي اسمها ايه؟ تحقيق هوية الجنس. الجزئية اللي بعد كده وهي تحقيق الهوية المهنية. ايه بقى تحقيق الهوية المهنية؟ ان المراهق عايز مش عايز يعرف انا عايز ابقى ايه. انا هبقى دكتور ولا مهندس ولا اشتغل في مجال كذا ولا اشتغل في مجال، عايز الهوية المهنية، المجال المهني اللي هيشتغل فيه. تمام. طيب في ايه تاني؟ فالمراهق هنا عايز يبقى مشهور، عايز يحقق هوية مهنية، عايز يبقى رجل أعمال، عايز يبقى مشهور، عايز يبقى محقق صيت على الفيسبوك، عايز يعمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فهنا الهوية المهنية يعني النواحي العملية، العمل، المهنة، تفكيك الأهداف، توحد مع الأبطال الجماهيرية المشاهير. والأبطال الجماهيرية اللي هم مشاهير الفيسبوك، مشاهير الكورة، مشاهير الممثلين. طيب الجزئية اللي بعد كده تنمية القيم الخلقية والمعايير الخلقية. تمام. طيب واحنا هنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن القيم والمثل والدين والاخلاق. فهنا المراهق يبدأ يفكر في الامور الدينية، الحرام والحلال. طب وده حرام ليه وحلال ليه؟ تمام. طب واللي احنا مش هنعمله ده حرام، طب واللي اللي مش المفروض ده حرام، طب الناس اللي بتعمله ده مش ده صح، طب الناس اللي بتعمله ده مش ده غلط، طب وهكذا. زي هنا الفهم القيم والمثل والدين والاخلاق، بسبب ان هو عنده وعي ونضج عقلي ويقدر يناقش القضايا الدينية ويقدر يتناقش فيها ويتكلم فيها. ومحتاج يبقى عنده فلسفة في الحياة. خلاص. محتاج مركز اجتماعي، محتاج مكانة اجتماعية، عايز يحس ان هو كده مهم وسط الناس الكبار، محتاج حاجة للاستقلال، يبقى هو عنده مستقل بذاته محدش يتحكم فيه. كل دي التحديات اللي المطالب اللي بتواجه المراهق. تمام. طيب دي بالنسبة للتحديات والمطالب. تعالوا بقى نخش نشوف مظاهر النمو في المراهقة. طيب مظاهر النمو في المراهقة دي بتبقى عاملة ازاي؟ عندي 4 مظاهر أو 5: النمو الجسمي، النمو العقلي، النمو الاجتماعي، الخلق والديني. هنبدأ بنمو الخلق والدين، وفي طبعا نمو الانفعالي. طب النمو الخلق والديني ده لو قلنا عليها مرحلة السعي نحو المثالية، السعي نحو الكمال، دي نمو خلق وديني. خلاص. هنا المراهق بيبدأ يحاول ان هو يكون مفاهيم خلقية في نفسه، وبيحاول ان هو يبقى من جواه عنده الضمير الذاتي، وبيحاول يوصل بقى عايز ان هو يعمل كل حاجة خلقية مثالية في الحياة. خلاص. طيب او بيبقى عنده تصور مثالي خلقي لكل حاجة موجودة في الحياة. تمام. وشايف ان عدم وصولنا للتصور ده فاحنا كده ناس منافقين مثلا، او هو يبقى شخص منافق. المهم ان هو المراهق بيحط لنفسه وللاخرين معايير خلقية مرتفعة جدا يصعب الوصول اليها. عشان كده بنسميها ايه؟ سعي للكمال، مثالية. خلاص. تصور القيم والمعايير والمثل العليا كالحق والخير والجمال. بيحط ضوابط داخليه لسلوكه هو نفسه مكان الضوابط الخارجيه، مش عايز حد ان هو ايه يراقب. لا انا من نفسي انا بعمل الصح، انت انا مش عايز صغير عشان تراقبني. خلاص. بيشعر بالذنب وتأنيب الضمير لو ما وصلش للحاجه اللي هو بيحلم بيها او ما وصلش للمعيار الخلقي اللي هو عايز يوصل له. النمو الاجتماعي هنا طبعا المراهق بيكبر ويبقى عنده مهارات وعنده اساليب كويسه انه يقدر يتواصل مع الاخرين ويفهم الاخرين ويكتسب الاخرين. خلاص. ويتسع عالم الاجتماع خارج الاسره، ما يبقاش منحصر جوه الاسره. خلاص. في مؤسسات، ممكن ينضم النادي، ممكن ينضم الحزب، ممكن ينضم لاي حاجه تانية، ممكن ينضم لجماعه معينه، ممكن ينضم لاسره لاصدقاء معينين. خلاص.
فاصدقاء، جماعه الاقران، الاحزاب، النوادي، كل دي طبعا مؤسسات اجتماعيه خارج الاسره. بيتعلم الادوار الاجتماعيه، خلاص، دوره في الحياه يقدر يتعلمه، دوره في الاسره يقدر يتعلمه، خلاص، عنده تثقل ثقل المهارات، وكمان يقدر يناقش كل الناس وما بيعملش الحاجه اللي هو اللي مقتنع بيها بس. ده من ايه؟ النمو الاجتماعي. يبقى مناقشه الاخرين، المناقشه الاخرين، يبدا ان هو يناقش ولا يقبل الا ما هو يقتنع بيه. ده فين؟ في النمو الاجتماعي مش العقلي، خلي بالك. طيب النمو الجسمي، لو اتكلمنا عن طفره في النمو الجسمي، انفجار في النمو، يبقى ده نمو جسمي. تغيرات في الحجم، يبقى ده نمو جسمي. تمام. تغيرات في نسب اعضاء الجسم بقى، الدهون والعضلات والكلام ده كله، ده تغير ايه؟ نمو جسمي. النمو العقلي مليان تفاصيل. هنا النمو العقلي المراهق بيكبر، الذكاء، تفكيره، قدراته العقليه بتتسم بحاجه اسمها التفكير المجرد. هنا بقى المراهق تبدا تقول له لو جبنا برتقانه وقسمناها وعملنا وضربنا فيه وقسمنا على، من غير ما تجيب له اي صوره ولا غير تمثلها له، هو هيفهم ويستنتج. المراهق هنا بسبب قدرته على التخيل وقدرته على التفكير المجرد والخيال المجرد، بندرس له الفيزياء والكيمياء والاحياء، ونديله حاجات معقده جدا، ونديله فلسفه وعلم نفس، لانه بيعرف يتخيل وبيعرف ان هو يفهم بالخيال. تمام. اذا هنا كده المراهق بيتسم ذكائه بالايه؟ التفكير المجرد. ده اسمه تفكير مجرد، يعني مش لازم الحاجه تكون واضحه قدامي وامسكها بايديا، لا، انا اقدر اتخيل. ده تفكير مجرد. افهم معاني زي الصداقه والحب والحريه والعداله والديمقراطيه، دي مفاهيم مجرده، ما هياش حاجه ماديه واقعيه، فيبدا انه يفهمها. يبدا يفهم الاستدلال والاستنباط، يبدا ان هو يستدل ويستنبط. يتنوع الميول والاستعدادات لدى المراهقين. بتظهر عنده قدرات عقليه في البدايه، اللي هي القدرات العقليه العامه، ثم تظهر بعد ذلك القدرات الخاصه اللي هي الذكاءات الايه؟ المتعدده. خلاص. طيب، يبقى اذا هنا القدرات العقليه العامه اللي هو الاستدلال والاستنباط والكلام ده كله، والقدرات المتخصصه اللي هي الذكاءات بانواعها، اللغوي وغيرها. طيب، اهم 3 عمليات بتميز المراهق او بتظهر وضوحا عند المراهق: الانتباه، التذكر، التخيل. الانتباه يقدر يركز في حاجات كتير عشان بنديله مواد كتير، ده 5 6 7 مواد ولا 8 مواد في الثانوي، ده غير بتوع الازهر اللي بيدرسوا مواد كتيره جدا. خلاص. اذا هنا الانتباه، هنا بقى بيزيد الانتباه، المدى والعمق، وبيتناول مشكلات معقده وكبيره. خلاص. لو اتكلمنا عن بلورة وتوجيه وتركيز الشعور، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الانتباه. بنتكلم عن المدى والعمق، بنتكلم عن الانتباه. التذكر، المراهق لما بيجي يحفظ ما بيحفظش صم كده وخلاص، لا، بيحفظ لازم يكون فاهم، عايز افهم الاول بعد كده ابدا ان انا احفظ. يبقى التذكر مبني على ايه؟ على الفهم، على المعنى، على استنتاج العلاقات. خلاص. مش تذكر آلي في الطفوله. الطفوله كان التذكر هنا ايه؟ آلي، يحفظ صم من غير ما يكون فاهم. التخيل بقى، ايه المفاتيح اللي نتكلم عنها ونتكلم عن التخيل؟ تخيل مجرد، المراهق هنا بيبقى تخيل معنوي مجرد. خلاص. عشان كده بنقدر نديله كل العلوم زي الفيزياء والكيمياء والهندسه والرياضيات، كلها مبنيه على التخيل المجرد. تمام. يبقى تخيل المجرد عند مين؟ عند المراهق. تخيل معنوي مجرد بدل من تخيل الايه؟ الحس اللي كان في الطفوله. فلو اتكلمنا عن ابتكارات واختراعات وكسرت احلام اليقظه والهروب الى الواقع، لعالم الاحلام، كل ده تخيل. دراسه علوم زي الفيزياء والكيمياء والجبر والهندسه، كل ده مبني على التخيل. يبقى ده نختار هنا التخيل. خلاص. طيب، برضو لو اتكلمنا في النمو العقلي، اتكلمنا عن الاستدلال والتفكير وضع الحقائق مع بعضها البعض، طبعا ده ايه؟ برضو النمو العقلي. تمام. بيفهم اكثر من مجرد الحقائق نفسها، بيحاول يوصل الى ما وراء الحقيقه، كل ده نمو ايه؟ عقلي. تمام. طيب، النمو الانفعالي بقى، ضغوط وعواصف وازمه انفعاليه، كل ده ايه؟ نمو انفعالي. وفي بقى الاهم العوامل اللي بتزيد من العصبيه والصراع لدى المراهق، اللي هي في النمو الانفعالي نفسها. تمام. 4 عوامل بتزيد من العصبية والصراع لدى المراهق. عدم توازن جوانب النمو. المراهق بيبان هو شخص كبير، لأنه بيبقى جسمه بيفرد وبيبقى شخص كبير، بس لسه عقله لسه ما نضجش قوي. تمام. وبالتالي الناس بتعامله على انه شخص كبير، بس هو مش شخص كبير، هم شايفينه بيبدو لي ان هو شخص كبير. وبالتالي هنا بيتحط جوه ضغوطات، وبيتحط جوه مطالب اعلى من مستوى قدراته واعلى من مستوى سنه. خلاص. عشان كده بيسبب له الصراع والازمه الانفعاليه. طب امتى نختار؟ لو قلنا الفروق الفرديه داخل المراهق نفسه، يبقى ده صراع في عدم توازن جانب النمو. الجسم بينمو بسرعه اسرع من العقل. الجسم جسم فيل والعقل عقل عصفور، يبقى ده برضو ايه؟ عدم توازن ونمو العقل. جسم الراشد وتصرفات طفل، يبقى ده طبعا اسمه صراع عدم توازن في جوانب النمو. لما نقول ايه؟ لما نقول جسم راشد تصرفات ايه؟ طفل. جسم كبير وتصرفات ايه؟ طفل. طيب،
في تاني عامل هو الرغبة في تحقيق الذات. المراهق عايز يثبت ذاته، بس في بعض الناس بتحاول انها بتفشل، يعني بتحاول بس بتفشل. خلاص. طيب، وده بسبب بعض القصور والعيوب المرتبطة بيه هو. يعني ممكن يكون هو عايز يحقق نجاح دراسي كبير جدا، بس هو امكانياته العقلية ضعيفة. عايز مثلا يحقق نجاح رياضي، بس امكانياته البدنية على قدها. عايز يظهر ان هو الشخص المقطع الدنيا، وشخص يعني كده بيجاري رفاقه ماديا، بس هو من أسرة متوسطة أو فقيرة. فده بيسبب له الايه؟ العصبية والصراع النفسي اللي جواه. فالرغبة في تحقيق الذات، ولكنه بيفشل. بديت إثبات نفسه أمام الآخرين في الدراسة في الرياضة، بس بيفشل بسبب نقص القدرات، نقص الإمكانيات. طبعا بيحمل الفشل ده لمين؟ للوالدين والمجتمع. الرغبه في الاستقلال، المراهق بيحس ان هو كبر خلاص، ما عادش محتاج ابوه وامه، فعايز يستقل. ما حدش يتكلم، ما حدش يقول انت تيجي منين وما تجيش منين، فهنا عايز يستقل. الرغبه في الاستقلال. يبقى هنا كده لما بيخش بقى فين؟ في عناد وتمرد على الاب والام، يبقى دي الرغبه فين؟ في الاستقلال. خلاص. الرغبه في الاستقلال عن الوالدين والاعتماد على النفس، بنسميها مرحله الفطام النفسي. عايز بقى حته الفطام النفسي، ابعد عن ايه؟ ابويا وامي في التصرفات. طيب، الرغبه الجنسيه. هنا المراهق عايز يرتبط بالجنس الاخر، الولد اللي عايز يرتبط بالبنت، والبنت اللي عايز ترتبط بالولد. كل ده بس فيه حوائط، لان الارتباط بين الذكر والانثى بيتم وفق معايير وقيم معينه للمجتمع، سواء كانت دينيه، اسلاميه، او مسيحيه، او ايا كانت الثقافه اللي موجوده في المجتمع. خلاص. بس او اوقات، لكن مش الظروف بتساعد الارتباط ده يتم على نحو شرعي، او على نحو قانوني، او على نحو بتسمح به ثقافة المجتمع. فبالتالي بيبقى في صراع ما بين رغبته في الارتباط نحو الجنس الاخر، وما بين الموانع اللي بتمنعه. تمام. طيب، ايه الموانع ديت؟ موانع داخليه زي الضمير، وخارجيه زي العادات والتقاليد المجتمع، والرغبه في معامله الكبار. طيب، معاملة الآباء والمعلمين للمراهق كطفل. خلاص. الرغبة في معاملة الكبار، هنا بيعاملوه كطفل وهو حاسس ان هو شخص كبير. خلاص. واحنا هنا لو اتكلمنا عن الاب المتسلط، او المعلم المتسلط، او الاسره المتسلطه، السيطره في كل كبيره وصغيره، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ الرغبه في معامله الكبار، او صراع التعامل مع الكبار. تمام. طيب، تعالوا بقى نبص بصه على الاسئله في الفصل ده. وهنا هيبقى الاسئله كتيره شويه، لان الفصل منه 3 اسئله. مش عايزكم تزهقوا، ركزوا معايا، وان شاء الله الدنيا بتقرب، وان شاء الله قربنا نخلص. اسئله الامتحانات. اول سؤال بيقول لي: ربما يبدو لك ان ابنك المراهق يقضي يومه على الانترنت، وحجرته اصبحت منطقه محظوره، ولكن هذا لا يعني بالنسبه له انه كسول، بل يرى انه سيصبح يوم من الايام مثل مارك زوكربيرج اللي هو صاحب الفيسبوك، ويمتلك المليارات من الاموال، وسوف تشكره على كونه كسول. نستخلص من الموقف السابق أحد التحديات. هو راجل عايز يبقى مشهور زي رجل أعمال، زي صاحب الفيسبوك مارك زوكربيرج، ولكنه طبعا هنا مش هيقدر. طبعا احنا بنتكلم عن هنا ايه؟ تحقيق الهوية المهنية، اتخاذ المقررات فيما يتعلق بالمستقبل المهني. خلاص. أي حاجة مهنية طبعا. السؤال اللي بعده: دائما ما تسمع من والدك يجب أن تكون قد عرفت مصلحتك، ولكن دائما ما تنظر إليهم على أنه من واجبهم أن يمدوا لك يد العون. يمكن علاج موقف الصراع السابق بين المراهق ووالديه من خلال إيه؟ ده برضه سؤال غير تقليدي. عايزين نعالج الصراع، هنعالجه إزاي؟ قالك التشجيع على المشاركة في الأنشطة الموجهة؟ لا. إبداء المشاعر الأبوية؟ لا. إشعار أن وجوده لا يسبب مشكلة في الحياة؟ لا. الحوار البناء مع الوالدين. خلاص. ان احنا عشان نحل الصراع ده. تمام. هنا والدك بيقول لك انت بص لمصلحتك، لازم ان انت وانت بتقول لهم لا ده انتوا لازم تساعدوني. يبقى هنا مش حته بقى نبدا المشاعر الابويه والتشجيع على المشاركه، ما فيش هنا انشطه ولا مشاعر ابويه. لازم يبقى في حوار متفهم وبناء ما بين الاب والابن علشان نقدر نحل الصراع ده. طيب، السؤال اللي بعده بيقول الدكتور حامد زهران: من اطرف الابتكارات ان قدم مشاب الياباني اول ساعه في التاريخ. طالما في ابتكارات كده، يبقى ديت من عمليات العقليه، وهي ايه؟ التخيل، قدره على التخيل. ابتكار واختراع، يبقى ده قدره على ايه؟ على التخيل. الدور الاول مصر 2021. يؤكد الدكتور حامد زهران ان عمليه الفطام النفسي. تمام. طيب، لدى المراهق قد تتاثر بطريقه ثبات اسلوب التنشئه، وصعوبه الاعتراف. تمام. بانضمام عضو بالغ جديد في الاسره.
طيب احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان المراهق عايز يتعامل معامله معينه. هنا في معامله متسلطه شويه. فالرغبه في تحقق الذات، لا هنا المراهق مش عايز يحقق ذاته ولا حاجه. رغبه في الاستقلال، المراهق عايز ان هو يستقل عن والديه، هي ممكن. طيب عدم توازن جانبهم النمو، لا، هي هنفاضل ما بين الاثنين دول، رغبه في الاستقلال وجمود المعامله الوالديه. خلاص. بس هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك طريقة ثبات أسلوب التنشئة وصعوبة الاعتراف بانضمام عضو بالغ جديد. يعني هنا لسه بيبصوا له على إنه إيه؟ لسه طفل عيل صغير، هو ما كبرش بقى، لا هو لسه عيل صغير. يبقى إحنا كده بنتكلم عن إيه؟ عن المعاملة، جمود المعاملة الوالدية. طيب السؤال اللي بعده يقول الدكتور حامد زهران: تسع مدارك المراهق وتنمو المعرفة، يستطيع وضع الحقائق بعضها مع بعض بحيث يصل إلى فهم أكثر من مجرد الحقائق نفسها، بل يصل إلى ما وراءها. ودي لسه قايلينها في المفاتيح، اللي هو عايز يصل إلى ما وراء الحقيقة. طب ما أنت ما واصل ما وراء الحقيقة دي معناها إيه؟ قدرة على التخيل. تمام؟ مش انتباه ولا تذكر، دي قدرة على إيه؟ على التخيل. تمام؟ طيب الدور الأول مصر 2022 يؤكد علماء النفس على أن إدراك المراهق ينتقل من المستوى الحسي المباشر إلى المستوى المعنوي الذي يمتد معرفيا نحو المستقبل القريب والبعيد، مما يزيد من قدرته على فهم الأفكار دون أن تكون مرتبطة مباشرة به، كتفكير المراهق المستمر في الكلية التي سوف يلتحق بها. يوضح الرأي السابق: أحد مظاهر رضا المراهق هو النمو الاجتماعي ولا الخلقي ولا العقلي ولا الجسمي. طبعا العقلي، لأن بنقول إدراك المراهقات، بنتكلم عن الإدراك، بنتكلم عن الانتباه، بنتكلم عن الأفكار، كل ديت بتدل على الإيه؟ بتدل على النمو العقلي. تمام. طيب الدور الثاني 2022 يؤكد الدكتور عادل الأشول أن إدراك المراهقين التناقض بين قدرتهم على تصور المثل العليا. تصور المثل العليا اهوت. يبقى ده نمو ايه؟ مش عقلي بقى، ده نمو ايه؟ خلقي، عشان في تصور المثل العليا زي الحق والخير والجمال. تمام كده. طب السؤال اللي قبله ما قلناش خلقي ليه؟ لانه بيقول لك هنا ادراك المراهق من المستوى الحسي الى المستوى المعنوي، في انتقال من التفكير حسي لتفكير معنوي مجرد. يعني هو بيتكلم عن الناحيه العقليه بس، ان هو بيتكلم عن ادراك المراهق. مش اي حاجه ادراك يبقى هو عقلي، لا طبعا. احنا بنتكلم بس ان هو انتقل الادراك بتاعه، بيتكلم عن الادراك كعمليه عقليه انتقلت من الناحيه الحسيه للناحيه المعنويه، يبقى ده ايه؟ ده نمو العقل. انما هنا بيقول لك المراهق هنا ادرك او عرف القدره، ان في تناقض ما بين المثاليه والحق والخير وجمالهم اللي بيحصل في الواقع. فهنا لا، ده هنا بنتكلم في حته تانية خالص. احنا بنتكلم عن التصورات المثاليه، التصورات الخلقيه، الجانب الايه؟ الخلقي عن المراهق. خلاص. طيب ده الفرق ما بينهم. تعال نشوف التجريبي 2023. إن الوعي بالذات يمر بالضرورة عبر الغير، وأن الآخر حاضر في الذات بقدر ما هو غائب. نستخلص من المقولة السابقة إحدى تحديات مرحلة المراهقة وهي إيه؟ العلاقة الناضجة. ليه؟ لأن نقول الوعي بالذات يمر عبر الغير. خلاص. وفي هنا جزئية في تحقيق العلاقة الناضجة بتقول لك إيه؟ إن إدراك المراهق أو شعوره بالقيمة ينتج عن علاقته بإيه؟ بأصدقائه. السؤال اللي بعد تجربة 2023 يؤكد علماء النفس على أن المراهقين يتسمون ببعض الأنماط السلوكية كالتمرد والعناد الشديد. خلاص. تمرد وعناد ده يبقى إيه؟ نمو انفعالي. الرغبة في الاستقلال، تمام، يبقى ده إيه؟ نمو انفعالي. تجريبي 2023 أكد علماء النفس على ضرورة إقامة علاقة قوية مثمرة ومستمرة مع المراهق، أساسها الفهم المتبادل مما يساعد على النمو السوي للذات والمفهوم الذات، على عملية التوحد المرغوب والوقاية من الانحراف. يبقى هنا كده بنحاول إن احنا نشكل سلوك المراهق، يبقى احنا عايزينه إن هو يبقى عنده نمو سوي للذات ومفهوم الذات، ويبدأ إن هو يبعد عن السلوكيات المنحرفة. يبقى ده نمو إيه؟ نمو خلقي. تمام. طيب كده احنا خلصنا المراهقة وخلصنا الباب التاني في علم النفس. احنا كده خلصنا الباب كله في علم النفس، الباب التاني اللي منه 7 أسئلة، وشفت الأسئلة بتبقى جاية عبارة عن ايه او جاية ازاي. خلاص. طيب هنخش بعد كده فين؟ معلش تابر معايا واصبر، وان شاء الله هتبقى المراجعة مفيدة وتقدر تستفيد بيها في الامتحان. وما تنساش تشترك في القناة وانت بتشاهد الفيديو، وانت بتتفرج كده ما تنساش تعمل اشتراك على القناة. نكمل، وربنا يعينكم وربنا يعيننا. الوحدة الثالثة، ودي بتتكلم عن الشخصية والتوافق النفسي. تمام. الوحدة الثالثة دي عبارة عن كام فصل؟ 4 فصول. بس ما تخافش،
كل فصل منه أقصى 3. يعني الشخصية سؤال، الاتجاهات والقيم سؤالين، أساليب التوافق 3 أسئلة، الحيل الدفاعية سؤال واحد بس. تمام. طيب خد نفسك كده وكمل معايا، وإن شاء الله هتلاقي الدنيا أحسن وأسهل في المراجعة اللي جاية.